السلام عليكم. التربية الإسلامية للصف الرابع ابتدائي، صفحة 25 من السيرة النبوية الشريفة. أولا، الهجرة، هجرة آل الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد قراءة الموضوع في الدرس السابق نحل المناقشة الآن، ولمن فاته الدرس عليه العودة إلى القناة لمعرفة ودراسة الدرس السابق. ندخل إلى المناقشة. أولا، بماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب عليه السلام؟ الجواب: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الأمانات إلى أصحابها، وهي ودائع قريش التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني: من هي فاطمة بنت أسد رضي الله عنها؟ فاطمة بنت أسد رضي الله عنها هي أم الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهي من تولت تربية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الثالث: لماذا تألم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبكى عندما وصل علي عليه السلام إلى المدينة؟ الجواب: تألم وبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى من شدة التعب والأذى الذي أصاب عليا عليه السلام ودعا له. السؤال الخامس: لماذا كان أهل مكة يودعون أماناتهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنه كان مخلصا وأمينا، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين. سادسا: لماذا بقي علي بن أبي طالب عليه السلام 3 أيام في مكة بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم منها؟ وذلك الجواب: وذلك استجابة لأمر الرسول لإعادة الأمانات إلى أصحابها. هذا كان جواب المناقشة لسؤال الدرس عن هجرة آل الرسول صلى الله عليه وسلم. أتمنى لكم النجاح والتوفيق جميعا.